اهلا بيكم. البرجر وصفة سهلة مش محتاجة تعقيد، هنعمله في البيت ومش هقولك زي اللي بيتباع بره في المحلات، ولكن محتاجين شوية نصايح صغيرة علشان نوصل لنتيجة هايلة. عندي هنا 2 كيلو لحمة مفرومة، هسوي كيلو وهفرز التاني، بتبقى وجبة سهلة وسريعة في وسط الأسبوع. كل كيلو لحمة مفرومة بياخد بيضة، هحط هنا بيضتين ل2 كيلو، وكل كيلو هياخد معلقتين بقسماط ناعم، ولو مش موجود بيبقى برغل منقوع ومتصفي. ودول 4 معالق ل2 كيلو. طبعا هسيب مقادير الكيلو الواحد في صندوق الوصف. معلقة خل علشان الزفارة، ومفيش أصعب طبعا من ريحة زفارة في البرجر. هنا معلقتين من المستردة تقريبا، مع باربيكيو صوص معلقتين برضو. يعني الكيلو هياخد معاكي معلقة طعام من كل نوع. بالنسبة للتوابل، توابل مشكلة، بصل باودر، توم باودر، كاري، حبهان ناعم. البصل باودر معلقة كبيرة، لكن الأنواع التانية معلقة صغيرة. ديمي جلاس باودر، وده سر من أسرار المحلات، هيفرق معاكي جدا في الطعم. توابل برجر جاهزة، فلفل اسود، كمون، رشة قرفة صغيرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هتخليلك البرجر بتاعك مش مكتوم. وبرضو علشان يبقى معانا طعم المحلات، هحط هنا 1 مرقة فورية، وده طبعا يرجعلك، واي توابل جاهزة زي توابل ماجي كفتة. هقلب المكونات بس، لكن انا هنا مش بعجن علشان البرجر ما يطلعش قاسي وناشف بعد التسوية. هحط رشة ملح بسيطة وكده تمام. اللحمة ضروري يكون فيها نسبة من الدهن ما تقلش عن 20%. دايما بطلب من الجزار نفس قطعية الكفتة اللي أنا بستعملها، وهي من الرقبة وأعلى منطقة الصدر عندي الذبيحة. مع قطعة من الدوش هتفرق معانا. هغطي اللحمة بستريتش راب وهسيبها في التلاجة نص ساعة علشان تتماسك أنسجة اللحمة مع الدهن بعد ما أخدت من حرارة كف إيدي. هجهز هنا أكياس بلاستيك. بتجيبي أي أكياس من هي بتاعة السندوتشات، وبنقصها بالشكل ده من النص، وبنفتحها من الأطراف ما عدا طرف واحد. ودي الفورمة طبعا اللي احنا عارفينها بتاعة البرجر. لو مش عندك، استخدمي اي حاجة مدورة عندك وعميقة شوية. بوزع اللحمة، اهم حاجة انا مش عايزة اي فراغات، وبقفل عليه بطرف الكيس البلاستيك وبضغط عليه بالمكبس. هلم الكيس البلاستيك وهقلب كده، وبقى معانا اجمد برجر جامبو. مهم جدا طبعا نختار حجم العيش او الخبز بتاعك علشان يتناسب مع حجم البرجر. يعني مش عايزين الساندوتش بتاع البرجر يبقى فاضي، عايزين يبقى حجم البرجراية متناسب مع حجم الكايزر بتاعك. عملنا مع بعض قريب وصفة خبز البرجر اللي هي البريوش، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف مع كل المقادير. هدخل البرجر في الفريزر قبل التسوية ساعتين على الأقل علشان يتماسك وما يفرطش مني أثناء التسوية. هاجي هنا للخضار، بجهز حلقات البصل الرفيعة والطماطم. بحاول أخلي الحلقات أرق ما يمكن علشان تترص بسهولة في الساندوتش. طبعا مفيش برجر من غير بطاطس محمرة، بقليها دايما مرتين علشان تبقى كريسبي كده من بره وطرية من جوه. عندي الأولاد بيحبوها بالشكل ده. بعمل صوص سهل ولذيذ مش بستغنى عنه، هو عبارة عن 4 مكونات: مقدار متساوي من الكاتشب، المستردة، صوص الباربيكيو، وعليهم دبل المقدار من المايونيز. يعني كل معلقة من الكاتشب والمستردة وصوص الباربيكيو عليهم معلقتين من المايونيز. كل الكلام ده بنقلبهم مع بعض، وده بيعمل لنا أحلى صوص برجر وكده تمام. كل حاجة جاهزة، هطلع البرجر من الفريزر وابتدي أسوي. بجيب الجريل، بدهنه مسحة زيت خفيفة وبسخنه كويس جدا قبل ما احط البرجر. ضروري عشان البرجر ينزل ياخد صدمة ويتماسك وما يخرجش العصارة بتاعته، وفي نفس الوقت ده بيعمل لنا قشرة أو كراست بتساعد على قلبه علشان ما يضيعش نصه منك في الطاسة. بعد ما بقلب البرجر ببتدي احط شرايح الجبنة. طبعا شرايح الجبنة الصفرا اللي بتسيح دي انا مش بستغنى عنها في ساندوتش البرجر. شوية وبهدي النار تحت البرجر علشان ياخد وقته في السوا كويس، لان البرجر بتاعي عريض وسميك. يعني احنا ابتدينا بحرارة عالية جدا على الوجهين، وبعد كده بنهدي النار عشان ياخد التسوية المظبوطة. رصي بقى المكونات بتاعتك زي ما انت عايزة. طعم خيالي لذيذ وجوسي في نفس الوقت. أتمنى تجربوه. ببقى سعيدة جدا وأنا بقرأ آرائكم وتعليقاتكم على فيديوهاتي. هتلاقوا وصفات تانية كتير على قناة اليوتيوب المطبخ مع غادة. لو لسه ما عملتوش اشتراك، يلا اعملوا اشتراك ودعموني بلايكات كتير علشان نستمر. تابعوني برضو على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك المطبخ مع غادة، وعلى التيك توك وانستجرام هتلاقوا حسابي غادة دوت كيتشن 5G، وعلى تويتر غادة _kitchen 5G. دمتم طيبين.